هذا الفيديو والله تاع ينفع بزاف ديال الناس، حيت فاش كتكون طري شي حاجه في حياتنا كيبقاو كيقولوا لنا غير صبر راه كلشي غادي يكون هو هذاك، ولكن حتى شي واحد ما علمنا اولا ما قالش لينا كيفاش يكون عندنا اليقين بانه راه غدا غادي يكون حسن. تبع الفيديو حتى الاخر وان شاء الله غادي تلقاي مجموعه من الخطوات اللي غادي ينفعوك وينفعوك بزاف. كيفاش غادي نثق في شي واحد اولا في شي كيان الا ما عارفاش؟ داكشي علاش اول خطوه غادي تكون هي التعرف على الله سبحانه وتعالى بالاسماء ديالو، نتعرفوا على الاسم ديال اللطيف، الخبير، العليم، الوهاب، الرزاق. 5 ديال الاسماء غادي نحاولوا اننا نتمعنوا فيهم باش نعرفوا كل وحده فيهم اش كتعني وشنو هي الحكمه ديالها في هذا الكون. ثاني حاجه استحضار الفكره ديال انه الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وعارف حسن منا، وما نساوش الايه ديال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. الانسان يستحضر هذه الايه ويكررها بزاف ديال المرات في نهار وما ينساش بانه اي حاجه كاينه في هذا الكون ربي عارفها، فربي عارف احسن منا. ثالث حاجه الاكثار من الاستغفار، الاستغفار حيت هو اللي كيكون الحاجز بعض المرات ما بين الدعاء وصل الله سبحانه وتعالى، لانه كثره الذنوب كتحبس. يعني الا استغفرنا غادي تحل الباب وغادي يدوز الدعاء الله سبحانه وتعالى وان شاء الله سيكون الفرج. وما نساوش القصص ديال الانبياء، يوسف عليه السلام من البئر تولى عزيز مصر، موسى عليه السلام. هادو هما اللي كيبانوا لي قصه يتعلم منهم الواحد، فنستحضروا القصص ديالهم، نحاولوا نشوفوا افلام عليهم، نشوفوا برامج عليهم باش هكاك نتاكدوا بان راه ستفرج. اخر حاجه ما تخليش الشيطان يأسك بانه راه داكشي اللي بغيتي ما غاديش يطرا، حيت يقدر يطرا شي حاجه اللي احسن منه. فنكثروا من الدعاء وما نحبسوش، حتى لو ما كانش القلب حاضر ماشي مشكل، ولكن نكثروا من الدعاء. دابا نتوما خليو ليا شنو هما مجموعه من النصائح اللي تقدروا تعطوهم للناس الا بغاو يكون عندهم اليقين ديال انه راه كلشي غادي يكون حسن غدا ان شاء الله. وما تنساوش تصيفطوا هذا الفيديو لاكبر عدد من الناس باش ان شاء الله كلشي تكون قلوبنا هادئه ومطمئنه وقدر الله سبحانه وتعالى في امان الله.